بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله رب العالمين في الفيديو ده بقى هنعرفكم ازاي نخزن الغلة اللي هي القمح بالعشر سنوات بدون اي مادة حافظة، اللي هي الحبوب بتاعة الغلة او البودرة او اي حاجة يا جماعة بتضر صحتنا. ان شاء الله رب العالمين في الفيديو ده كده هنعرفكم الغلة تقعد اكتر من 10 سنوات، والله العظيم اكتر من 10 سنوات بدون اي مادة حافظة. طبعا كده احنا بنفضي الغله من البرميل. احنا بنخزن الغله بتاعتنا ايه؟ طبعا انا كنت مخزنه القمح ده يا جماعه قبل ما اعمل ايه، قبل ما اعمل القناه خالص. كويس. طبعا هنا احنا بنفضي القمح من ايه، من البرميل، علشان عايزين نطحن قمح نعمله دقيق يعني. اه، وكمان للجماعه الفلاحين هم عارفين يعني ايه تخزين الغله. بس في حد جه من عنده مزرعه كبيره جدا جدا جدا، وجه استلف من عندي انا 10 أراديب قمح. فقال لي يا ام زياد لازم القمح بتاعي كله سوس، لازم تعملي فيديو بازاي انت بتخزني القمح، لان انا القمح عندي كله سوس. ده الكلام ده بتاع مين؟ بتاع الفلاح اللي هو صاحب المزرعه، بيقول لي القمح بتاعه سوس، وجاي يستلف مني انا القمح اللي عندي، على بال ما القمح يطلع من عنده من الارض ويجيب لي غيره. القمح بتاعي اقسم بالله العظيم 10 سنوات بيقعد في البرميل بال10 سنوات. يعني انا بجيب كميه جامده من القمح وبسيبها موجوده عندي. بتيجي السنه اللي بعديها بيجيبوا لي برضو الفلاحين اللي انا متعاهده معاهم على القمح، بيجيبوا لي قمح باخده منهم ما برجحوش. كويس. شايفين؟ انا بقول لكم اهم حاجه في تخزين القمح بتخزني في البرميل. انا بتكلم مع الجماعه الفلاحين، بتخزني في البرميل اللي هو الحديد اللي هو الصاج ده. يا جماعه ما حدش يخزن في البلاستيك. شايفين؟ انا مخزنه في البرميل الحديد اهو، اللي هو الصاج. كويس. بنشتري البرميل ده مش عارفه ب 75 جنيه او ب 100 جنيه دلوقتي، انا مش عارفه، لان البرميلات بتاعتي ديت بقالها اكتر من يجي 16 سنه. حتى شايفين البرميل مصدي اهوت، البراميل مصدي من الركنه ولا بيسيبوا اي حاجه. بس اهم حاجه تقفلي البرميل كويس جدا جدا، ما توديش ناحيه الميه، ما توديش. وشايفاه بقول لك انا فاتحه شباك اهوت للتهويه، وطبعا الشباك عادي يتقفل ما فيش اي مشكله، بس في اوضه يعني فيها باب وشباك. كويس. البرميل اهو، البرميل شايفه انا قافلاه ازاي على اخر درجه، وماليه البرميل قمح لاخر النفس بتاعه، ما فيهوش تهويه. شايفه انا عشان اقفل البرميل بقفله زي ما انت شايفه كده، بعمل لك بروفه، بعمل لكم يا جماعه يا فلاحين بروفه. بقفل البرميل بمفك ولا باي اي حد حديد، اي حاجه حديد كده، وبفتحه باي حاجه حديد بحيث ان هو ما يبقاش فيه نفس خالص للتهويه، يقعد معاكي بال10 سنين. طبعا يوسف ابن اللي بيقفل البرميل ويفتحه اهوت. شايفه البرميل مقفول على الاخر، البرميل اهو يا حبايب قلبي مقفول على الاخر. شايفه القمح اهو. طبعا دلوقتي احنا في شهر كام؟ احنا في شهر 9. هو النهارده مش عارفه 31/8 او حاجه زي كده، يعني القمح هينزرع الشهر الجاي. كويس. شايفه القمح اهو متخزن كده بال10 سنوات، البرميل متعبي ومتكوك على الاخر، مفيش اي تهويه خالص، ويتقفل على اخر درجه من الغطا بتاع البرميل زي ما انت شايفه كده. وبخزن الغله بتاعتي في ايه؟ في برميل صاج اللي هو اللي انت شايفاه ده. بجيبه لو هو فيه ماده مكان الجروسلين او مكان اي ماده اللي هي الماده الكيماويه، بجيبه واغسله كويس وانضفه وانشفه واظبطه كده. او فضيت منه القمح بتاع السنه اللي فاتت مثلا، واجيب حته عجينه واخش بقى في قلب البرميل الم القمح بتاع السنه اللي فاتت، بحيث ما اخليش البرميل فيه اي حبايه قمح من القديم طالما فضيته. كويس. انضفه كويس واخزن فيه زي ما انت شايفه. بقفل البرميل زي ما انت شايفه كده، بعبي القمح واقفل البرميل زي ما انت شايفه كده. بجيبش ناحيه عظم البرميل اي نوع اي ميه، اي ميه بجيبهاش ناحيه العظم بتاع البراميل يا جماعه، علشان البرميل ما يصديش ويتاكل. طبعا فضينا من البرميل بتاعنا القمح قدامكم اهم زي ما انتم شايفين. شايفه؟ عشان انا كده راح اغسل القمح، باخد قمح دلوقتي اغسله واغسله قدامكم كمان اهوت. طبعا عبد الله ربنا يبارك فيه، طبعا فضلي القمح. وادي ايه البرميل فاضي ونضيف ما فيهوش اي حاجه. ناخد البرميل ده
نفضتم القمح كويس قوي. هاخد عينه بقى علشان ان شاء الله رب العالمين. طبعا لسه كمان عبد الله بيفضي القمح منه كده. باخد بقى القمح افضيه في حله كده عشان اغسله زي ما انتم شايفين. شايفين حبايه القمح نضيفه والله لو قعدت 20 سنه. سبحان الله العظيم. طالما انت محافظه على القمح اللي جوه من التهويه بتاعته، ما بيسيبوا اي حاجه اكنك انت حطاها دلوقتي. للجماعه اللي بيخزنوا القمح، اهم حاجه تعبيه القمح وقفلك كويس. تقفلي على القمح كويس وتعبيه، تدكيه كده في البرميل دكه جامده جامد 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 في البرميل الحديد اللي هو البرميل الصاج زي ما انت شايفه. اقسم بجلال الله العظيم اكتر من ال10 سنوات. حتى شايفه البرميل مصدي ازاي اهو من الركنه. شايفه عبد الله بيفضي البرميل اهو، بيفضي القمح يا حبايبي معاكم وانا اللي بصور. شايفين القمحه سليمه وزي الفل. شايفه ولا سوسه ولا اي حاجه. لا بنحط فيها البرشام اللي بيضر الصحه، لا بنحط فيها بودره، لا بنحط فيها اي حاجه. اقسم بالله العظيم ما فيها اي حاجه. وطبعا انا خدت القمح كده تحت شجر الموز علشان استفاد من الميه اللي هتنزل من الغسيل بتاع القمح. شايفين؟ ويوسف الله يبارك فيه عمال يغسل القمح معايا. وحتى الدكتور محمد مشغل المكنه بتاعت النجيله عامله صوت عالي، معلش انا اسفه. اهم حاجه انك تعبي البرميل كويس وتقفلي عليه كويس. تعبيه كويس وتقفلي عليه من التهويه، ما تخليش يخش له هواء ابدا. اهم حاجه في تخزين القمح ان احنا ما نخليهوش البرميل بتاعنا لازم يكون متعبي على الاخر وما يخشوش هواء كويس. يوسف بيساعدني طبعا في غسيل القمح وانا بكب الميه. الايام اللي جايه يا جماعه ربنا هو وحده اللي يعلم بيها في تخزين القمح. شوفي مين على الباب، ما تفتحيش الباب غير لما تقولي مين. الايام اللي جايه يا بنتي، الايام اللي جايه عبد الله ايام صعبه يا جماعه. لازم بنخزن بقى بيتنا. وبيقولوا كمان ان هم يشيلوا رغيف العيش وكده، الدعم من على رغيف العيش. وطبعا انت لو عندك حبه قمح ولا حاجه وعايزه تخزنيهم للبليله والعاشوره والحاجات ديت، تخزنيهم في حاجه مقفوله وتكون حاجه صاج. عايزه تخزنيهم خزنيهم في حاجه مقفوله وتكون حاجه صاج. لا داعي يا جماعه للحاجات الحبوب اللي بنجيبها من عند بتوع الرش بتوع المبيدات، للمهندس بتاع المبيدات. انا طبعا بغسل القمح معاكم اهوت انا ويوسف. مفيش داعي بقى اللي احنا نجيب الرش والبودره والحبوب والحاجات دي اللي بتضر صحتنا. اهو خزني في البرميل وتقفليه كويس. وطبعا عايزين الفيديو ده ياخد لايكات كتير علشان الفيديو ده مهم جدا جدا يا حبايبي كويس. وربنا يفيدنا بيكم ويفيدكم بينا، امين يا رب العالمين. طبعا بنغسل القمح كده وهننشفه وان شاء الله رب العالمين نوديه بقى المكنه بتاعه الطحين نعمله بقى. وبعد كده انا هعمل، خلي بالكم، هعمل فرن طينه كده بقى ونخبز، عشان الانبوبه دلوقتي بقت ب100 وب80 جنيه وكده. ما احناش هنلاحق بقى على على المنيان مريع الخبيث. هعمل بقى فرن طينه ونخبز معاكم ونخلي الدنيا فريش كده. بس اهم حاجه اللايكات وتشتركوا في القناه يا جماعه والدعم بتاعكم علشان نرفع القناه بتاعتنا دي شويه، ونرفع الدعم للقناه بتاعتنا شويه. وتتفرجوا على الفيديو للاخر كويس. بنغسل القمح اهوت ونصفيه وناخده كده نحطه على الحصر بتاعتنا وعلى الموكيت كده، ننضفه ونوديه المكنه، ننشفه ونوديه المكنه. شايفين كل حاجه سهله وبسيطه كده يا جماعه فلاحين. في البرميل الصاج وتقفليه على الاخر، تعبي في البرميل الصاج وتقفليه على الاخر. واستنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.